بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك. متشكرين جدا جدا على حبايبنا واخواتنا اللي وقفوا معانا ودعمونا بعد ربنا. متشكرين جدا يا حبايبي. طبعا احنا عملنا روتين النهارده من اول يوم، عندنا روتين صح يعني. بس قلنا الاول ايه، نفطر ونحمد ربنا كده ونصلي ونبقى جايين بقى ايه مره واحده كده. طبعا احنا جهزنا الفطار الاول وفطرنا، كان السيد اخويا برضو موجود معانا في اليوم ده عشان الاجازه بتاعته. فطرنا وحمدنا ربنا كده، وبعدين ايه بدات الروتين انا وهو كده. بس بصراحه هو ما ظهرش في الفيديو، يعني قال لي ساره انا هناولك اي حاجه، اعمل اي حاجه. قلت له عادي. قال لي انا قلت له اظهر عادي وشيل معايا اي حاجه واعمل معايا الكنبه، اعمل معايا اي حاجه. قال لا مش مشكله، انا هناولك اي حاجه عايزاها من بره. انا كنت مطلعه فرش الكنب دي فوق السطح وجبناها انا وهو. وبدأت بقى اللي انا ايه، هو بصراحة هو فرش معايا كتير يعني، جاب الفرش من فوق ودخلنا الكنب وكده. بس هو قال لي لا مش ضروري اظهر، عشان انا ايه يعني النهارده الجمعة اجازة ومش عايز يشوف ايه اللي وراها على طول كده. انما لما يظهر معايا هنغيب، لا هيفضل يتكلم، لا مش عارفة ايه، ما هوش فاضي يعني ايه اللي هو يظهر معايا. قلت له اللي انت عايزه، المهم انت ما تزعلش وتقول لي ده انت مش عايزه تصوريني معاكي، لا لو عايز تظهر معايا عادي مش فيها اي حاجه. قال لا خلاص. المهم انا بشور عليه برضه عشان ما يزعلش، عشان السيد اخويا ممكن يزعل مره واحده كده. بدأت بقى الروتين، فطرنا وقمنا كده أنا وهو وأمي. وبدأت الروتين الأول بأوضة الجلوس. دايما ببدأ بأوضة الجلوس يا جماعة، عشان ديت أوضة ضيوف، يعني حد يجي على سهوة، أي حد يبقى في حاجة. عامة أنا سايباها كده إيه لأي ضيف. حبينا نقعد فيها إحنا بنقعد، مش حبينا برضه بنقعد في الصالة. هو عامة ربنا موسعها والحمد لله. و... وسايباها كده، بس ايه يجي ضيف على سهوة، يجي اي حد كده، يبقى انا افتح الباب اللي على البرندة زي ما انتم شايفين ده، ويدخل الضيف منه يقعد شوية، نعمل له الواجب، يتوكل على الله. خلصت الأوضة روتين، وقمت بقى طالعة ايه، طالعة على الصالة. برضو الحصيرة كنت غسلاها ومطلعاها فوق. وهو بصراحة بيناولني كل حاجة، لقيته برضو منزل لي الحصيرة لما أنا كنت عملت روتين في الصالة. بس أنا بكنس الأول يا جماعة، بكنس الصالة الأول، وبعد كده ايه بقى بجيب اللي أنا أمسحها المسحة المعتبرة كده، عشان لا تراب، عشان أي حاجة مهما كان تبقى ريحتها حلوة. لقيته جايب الحصيره وقال له خدها هي يا سوري، خدتها منه برضه فرشت. انا كنت بقول له ادخل انت فرشها، قال لي لا انا خد انت فرش انت ووضبي انت اللي انت عايزه توضبيه. اصل أنا لما اظهر هقف واتكلم وهنغيب في الفيديو، احنا عايزين ايه على طول كده. قلت له ماشي يا سيدي اللي انت عايزه. قلت له خلاص اطلع بقى هات لي الحصيره وانا هفرشها انا واوضب المكان. وشوف اي حاجه فوق السطح انا مطلعاها برضو من فرش السرير فوق، فرش الكنب، اي حاجه مهما كان نشرها فوق او سجاده او اي حاجه هاتها لنا برضو. يعني ايه هو قاعد برضو يساعدني انا. كتر خير الدنيا، كنت بغسل واطلع لوحدي على التالت، يعني مشوار برضو جامد يعني. رغم ان لما جت لي اطلعي اغسلي فوق يا بنت الحصر واغسلي فوق السجاده، اي حاجه اغسلها فوق، قلت لها لا الميه فوق هتبقى بطيئه نازله من الخزان برضو كل حاجه بس انا حبيت ان انا اغسل في الحمام، حابه ان انا اغسل في الصاله واطلع المكان واسع، باخد راحتي في المكان الواسع في اي غسيل، سواء حصر سواء سجاد سواء اي حاجه مهما كان. انا بحب المكان الواسع. قالت لي طب ما السطح واسع، وقلت لها برضو لا انا حابه ان انا ابقى تحت كده. قالت لي خلاص ماشي. طلع برضه جاب الحصيره وجاب لي حتتين سجاد كنت غسلتهم فوق، وما خلاش اي حاجه بصراحه لما هو جابها لي. قال خلاص انا هجيب كل حاجه، ما انت عليك طلعت الحاجات وانا عليا ان انا انزلها منه. قلت له خلاص ماشي. وبدات برضه ايه، ما سبتش برضه، طلعت برضه على البرندة عملت فيها روتين. المهم ايه البيت كله لقيته شامل بالروتين. وقلت كفايه عليا البرندة واوضه الجلوس والصاله، انما اوض النوم التانية اي اوضه تانية كل يوم واحده كده ايه على مهلي يعني، مش يبقى كل يوم في يوم واحد يعني. بصراحه هو السيد كان بيقول لي تعالي ساره اعملي اوضه النوم تاني واعملي دوام. قلت له لا يا سيد كفايه حاجه واحده، كفايه ان انا ايه شبكت الثلاث حاجات دول مع بعض، اوضه الجلوس اوضه البرندة الصاله. كفايه كده ايه عشان ايه برضو ان انا ما اتعبش وكده في نفس اليوم، اهو كل يوم عايز شغل وكل يوم عايز فيديو. قلت كل يوم واحد كده يا سيد، يعني ايه ان ابدا بفيديو كده، دي اوضه ودي اوضه، يعني كل يوم ننزل فيديو كده. قال لي خلاص ماشي. بصراحة كان واقف معايا في كل حاجة، في أي حاجة أطلبها منه كان بيجيبها لي. طب هات لي أي حاجة من على السطح يا سيد، حاضر. ما قالش لي لا، كل حاجة كان واقف معايا. وبصراحة أنا بحب أعمل الروتينات يا جماعة، والسيد أخويا معايا بيساعدني في حاجات كتيرة بمعنى صح. بيشيل معايا حاجات، بيعمل معايا أي حاجة، هو بيساعدني مش هكدب عليكم يعني، لا بيساعدني من يمة، بيساعدني. وربنا يخليه لي يا رب، ما تحرمش منه العمر كله. السيد عندنا طيب، ما بيستحملش لي الهوا الطاير، يعني لو عايزة إيه
ولو جاي من بره يجيب اي حاجه خدي تعالي كلي معايا، يبقى طالع بره عايز يجيب اي حاجه صور اجيب لك معايا، يرن عليا مخصوص اقول له مش عايزه، اقول لا هجيب، هو انا هاكل وانت لا؟ يعمل حسابي انا وامي. ربنا يرضيه يا رب، ربنا يرضيه ويفرحه ويخليه لي يا رب. عندنا السيد طيب جدا جدا وحنين خالص، مش عشان اخويا لا، هو طيب طيب خالص يعني. قلت له ماشي يا سيد اللي انت عايزه، هو في الحالتين قال في الحالتين هناكل سوا، قلت له خلاص ماشي. اهو بدأت بقى انا خلصت الروتين زي ما انتوا شايفين كده، ومسحت البرندة وعملت فيها احلى روتين في الريف المصري الجميل.